حتى الآن الحاج جابر زعلان من حمدي بسبب أبو زياد، وده اتكلمنا فيه في الفيديوهين اللي فاتوا. ولكن شوف الفيديو الآخر عشان تفهم القصة كلها عاملة ازاي. الحاج جابر بعد المشادة اللي حصل بينه وبين أبو زياد، وزي ما قلنا برضو القصة لو عايزنا نقولها لكم كده في السريع يكون انت فاهمها كلها. طبعا زي ما احنا عارفين ان أبو زياد حاول ياخد قناة أم زياد، ولكن حسن واخواته او حسن ومحمد رفضوا الموضوع. زي ما قلت لكم شوف الفيديو للنهايه عشان تعرف القصه بالظبط ماشيه ازاي. وقبل كل ده ما تنساش تعمل اللايك بتاعنا وتعمل كومنت وتعمل مشاركه لكل اصحابك. ولكن عايز اقول لك على حاجه كمان، المحتوى ده ان شاء الله هيتغير من اول باول، مش شرط يكون حمد ووفاء بس، هيكون معلومات عن حاجات كتيره وعن ترندات كتيره وعن اخبار كتير. ولكن خلينا في الفيديو بتاعنا. زي ما قلنا انه حمدي ووفاء والحاج جابر والحاجه سعديه وعيله حمدي ووفاء عامه زعلانين من زعلانين من ابو زياد. ابو زياد اللي حاول ياخد القناه لما لقيه مفيش اي اهتمام ومفيش اي دخل، وحاولوا يستغلوا نيره وزياد في القناه. طبعا ده فكره ودي دماغه، حاولوا يشوفوا او يفكروا ان نيره وزياد انهم مستفيدين منهم ماليا من القناه بتاعت ام زياد الله يرحمها. قالوا لا انا عايز القناه بتاعت ام زياد اشتغل عليها. وده طبعا الحاج جابر رفضه جدا، وحسن بالذات رفض الموضوع ده. وبعد كده دخلوا في خلافات، وطلع ابو زياد على القناه وعمل القناه نفسه قناه، وطلع شتم فيها حمدي، طلع شتم فيها حمدي وفاء والحاج جابر. ولما بعد كده الحاجه سعديه اتهمته او اتهمت ابو زياد باللي هو اللي موت ام زياد، وانت السبب في موتها، وانت اللي فتحت عليها انبوبه الغاز. طبعا دي كانت اتهامات جامده جدا. اللي خلى كده ابو زياد راح عمل قضيه عشان الحاج جابر والحاجه سعديه اتهموه علني قدام الناس اللي هو اللي موتها. وطبعا ده ما كانش حقيقي شويه، هي ممكن جت زياده شويه من الحاجه والحاج جابر، ولكن كل ده ابو زياد مسكه وحاول يترتب عليه في قضيه. وبكده انا كلمتكم في اكبر خبر مهم واكبر حاجه حصلت بينها مشكله في ابو زياد والحاج جابر. هل حمدي ووفاء هيوافقوا انهم يتصالحوا مع ابو زياد؟ عامه حمدي ووفاء كده كده في تركيا، يعني مش هيفرق كتير قوي معاهم. وحمدي ووفاء مش نازلين مصر دلوقتي خالص، هو في ممكن ينزلوا مصر الايام الجايه. ولكن هعمل لكم فيديو تاني عن حمدي ووفاء هينزلوا مصر ولا لا الايام الجايه. وحمدي ووفاء في السجن ده خبر طلع الايام اللي فاتت، ولكن عادي خالص حمدي ووفاء بيعملوا فيديوهات ومفيش اي مشكله خالص. هنتكلم بقى في النقطه بتاعت حمدي ووفاء، هيقبل انه الحاج جابر يتصالح ولا لا. اولا الحمد ووفاء حتى الان مش قابل ان الحاج جابر يتصالح مع ابو زياد، مع ان ابو زياد قال عادي مفيش مشكله ان احنا نتصالح مع بعض. والحاج جابر زي ما تقول كده من وجع الدماغ قال انا عادي عادي مش هتفرق معايا اتصالح ولا مش هتصالح. الحاج جابر طبعا اكبرهم، والحاجه سعديه هي حتى الان برضو مش موافقه مع حمد ووفاء. ولكن الحاج جابر زي ما تقول كده خلاص، يعني اللي عايز يرضى بالامر الواقع انه يتصالح ويكون مفيش اي مشكله بينهم. وبكده انا انتهيت من المشكله بتاعتنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو بتاعنا وتعمل مشاركه عندك في القناه، او تعمل مشاركه عندك في صفحه الفيسبوك بحيث انك تتابعني. وزي ما قلت لكم هنزل اخبار كتير عن ترندات كتير، ونزلت فيديو برضو او هنزل فيديو عن خالد مجداد واللي بيعمله. وبكده ما تنساش تتابعني على الصفحه بتاعتي وتعمل لايك.